بعد وفاة ضاضة فكرنا دي آخر الأحزان، وتمنينا من ربنا إنه يخلي أيامهم الجاية خير وبسلام. شفنا مشاكل كتيرة بتحصل اليومين اللي فاتوا وقلنا ترندات، لحد ما نزل خبر إصابة إسماعيل رضا الليثي بحادثة خطيرة جدا. أنا وربك والحاج قلت أكيد ترند، إلا إني لقيت الصحف بدأت تنزل، إلا إني لقيت المواقع الكبيرة بتنزل، إلا إنه لقيت زوجته وصفحته الرسمية بيطلبوا الدعاء منكم وبيقولوا لكم ادعوا له لأنه حالته خطيرة جدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كده الخبر مش ترند، لأنه في الفترة الأخيرة كانوا متصدرين الترند يعني ما كانوش بينزلوا من عليه، مشاكل خناقات ورد ولايفات وكلام من ده كله. فصعب نصدق أخبار يعني كده بدون دليل، إلا إنه لقيت لك فعلا الخبر إصابة عربيتين، يعني عملوا حادثة بعض عربيتين ملاكي في منهم وفيات، ونزل اسم إسماعيل رضا الليثي في وسط الناس دول. طب حالته الصحية ايه؟ عنده نزيف في المخ خطير جدا، وعنده نزيف من الفم والبق كمان. خلينا اقول لكم بيطلبوا له الدعاء لانه في العنايه مركزه ما بين الحياه والموت. نسال الله العلي العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نسال الله العظيم ان يشفيه عشان خاطر بيته وعياله وولاده ويخفف عليه هذا الالم. خلينا اقول لكم لسه جرحنا بضاضه ما ضمش، لسه حزننا على ضاضه ما ضمش، لسه بنتذكر حزننا عليه لليوم، واليوم بنسمع خبر حادثة بابا. يا رب ينجيه علشان ولاده، يا رب ينجيه علشان حياته. بس في حاجة وفي عبرة صغيرة في اللي حصل. كلنا شفنا اللايف اللي كانت فاتحاه شيماء سعيد لما جوزها اسماعيل جه ورضاها، وده كان من رابع المستحيلات ولا كان من سابع، المهم كان من المستحيل انه يحصل. وطبعا كان طالع عليها بورد وكمان جايب لها هدايا ذهب، وهي بدأت تهلل وتزيد وتعيد هي والمتابعين او هي والناس اللي حواليها، بعرفش شو بتسموهم، قالوا اهو رجع. طبعا كانت بتوجه الكلام ده للدكتوره كابي، بتقول اهو رجع يا مصورهم، اسماعيل رجع، اسماعيل اجا. وكانوا فرحانين وبزغرطوا وبيزيدوا. العيد ميلاد كان مبهرج، الاحتفال كان مبهرج، كان اسماعيل نفسه دخوله كفيل يصيبه بالعين والحسد الهدايا اللي قدمها قدام الناس اكيد في ناس استكترته. عشان كده برجع وبقول استعينوا بحواجئكم بالكتمان. وخلينا اقول لكم ان العين حق، العين حق، العين حق. خلينا اقول لكم انه العين يعني بتكره اللي احسن منها، العين ما تحبش تشوف حد كويس ومتهني. طلع باحتفال ونشروا خبر اصيب بحادث، ودلوقتي بنسال الله العلي العظيم وبنسالكم الدعاء له بالشفاء. يا رب يتقبل منكم دعائنا ودعائكم ودعائنا يا رب، اللهم امين.